النهارده بقى تعالوا نحضر فطار النهارده مع بعض. يا لهوي يا ولاد، الساعة 4 و16 دقيقة. يعني اللي محضرش الفطار يقوم يحضر دلوقتي. فتعالوا بقى اوريكم هعمل ايه. انا النهارده بقى كنت في مشوار بره انا وماما، فلسه راجعين. ففكرت بقى ان انا اعمل اكله سهله وسريعه ما تاخدش مننا وقت، عشان خلاص الوقت المغرب على التوقيت، يعني على الابواب زي ما بيقولوا. فالنهارده هعمل ايه بقى؟ هعمل بانيه، تمام، وبحمر بقى بطاطس، وهعمل مكرونه في حته عشان كان نفسهم فيها وتبقى بصراحه خطيره جنب البانيه. فبصراحه وحشتوني، بقالي كام مره ما عملتش فيديوهات كده عشان الواحد كان مش عارفه، مش في المود، وكان مرهق وتعبان من الصيام وكده. ف او كمان كنت بصحى متاخر وكده، يعني انتوا فاهمين بقى يوم رمضان بيبقى عامل ازاي. فهنا بقى هحمر البطاطس ماشي، عقبال ما احضر حاجه تانية. انا هنا بقى بصراحه بحب الحاجات التحابيش اللي جنب الاكل قوي، بهتم بيها اكتر من الاكل نفسه يعني عموما. فانا يعني هعمل بصراحه بقى كام مره كده ما عملناش بتنجان، يعني ممكن من اول رمضان عملنا في اول رمضان بس. فحبيت ان انا اعمل لهم بتنجان اللي هو بالدقه ده، بصراحه بيبقى خطير خطير. تابعوا الفيديو بتاع النهارده وان شاء الله يعجبكم. النهارده خليه من البطاطس زي ما اختي مريم تعمل حاجه. شايفين الكتكوته زينه وهي مؤدبه ولابسه الاسدال، فكانت بتصلي ما شاء الله عليها، صايمه من اول رمضان ومرهقه، فتلاقيها مختفيه معايا، بس مش بتطلع معايا عشان الارهاق. خلي بالك بقى من البطاطس. بنعمل ايه بقى؟ قلبي كويس بس بالراحه. انت كمان شويه عشان انت منوراني النهارده. قلبي، خدي حبه كمان، قلبي بقى. بصوا يا جماعه، لازم تفضلوا تقلبوا كده لغايه ما تتعمل. بقى معانا محمر البطاطس، عشان هعمل بقى زي البتنجان. اقطع البصلايه دي للايه، فكرني المكرونه. النهارده يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجات. بصوا، قولي اللي في نفسك. احنا كلنا بنصوم، يعني مفيش حد يصوم. ايوه طبعا، عشان لما تتعودي على الصيام وانت صغيره، لما بتكبري بيبقى خلاص عاده اتعودتي عليها، ان انت تصومي، ان الصيام ده اساسي. يا جماعه، وكمان انتوا عندكم اطفال صغيره نونا، يعني ما تخليهمش يصوموا، هم صغيرين نونا لسه. لا، لو في اطفال زيك ان هم يتشجعوا يصوموا عادي، صح؟ برافو، شطور. انا بقى خلصت تحمير البطاطس، هحط بقى البتنجان. بسم الله. عارفه ايه؟ بصوا بقى، محضره التوم بتاع الدقه بتاعت البتنجان، تمام، وهخلي له بقى دلوقتي، بس عشان سخن بحاول على قد ما اقدر اخلي بالي. سخن جدا، سيبه بس يهدى شويه. انا بقى لما البتنجان يهدى شويه اولع على الحاجه، عشان الساعه بقت 5. حطيت بقى حله الميه كده، حاطه فيها ملح، تمام، اغطيها، وولعت بقى على البصلايه بقرن الفلفل اللي قلت لكم عليه. تعالوا يلا بقى يا جماعه، احنا هنعمل المكرونه، بس لازم نعمل كده البصلايه وفلفل كده عشان تبقى. احنا يا جماعه
اختي هتقطع لي الثوم عشان ايه تبقى القوام يعمل معاكم. ممكن بس هنقلب كده عشان ايه، عشان القوام يبقى كده يبقى مظبوط ويستوي البصل يستوي بسرعة، يعني يبقى احنا مش عايزينه يتحمر قوي مش زي ما احنا عايزين. بنعملها على طول. بصوا عايزينه يسمر شوية. سمار. ايه رايكم في طبق السلطه ده؟ رهيب، ده احلى حاجه على الفطار والله. احنا النهارده يا جماعة نحط الكاتب. بالظبط. انتوا خلفوا رقبكم وانتوا بتحطوها عشان الصلصة وكمان يلا نقلب. خلي بالكم نقلب كده، نقلب لغاية ما القوام يتعمل كويس، لغاية يعني لغاية القوام يعمل شوية، بعدين نحط المكرونة بقى وكده ونحط الصلصة بعد كده. هنا بقى يا جماعة الصلصة اهي، انتوا شايفينها. حطينا كده الفلفل الاسود، هنحط بقى شطه، الشطة. تمام. هاتي الصلصة التانية بتاعت التانية احنا جود. هات. برافو. حطي الماجي على مهلك. هتفتحي. هساعدك. انا كده بقى ايه، خلصنا الصلصه، حطيت لها كل التوابل. البابريكا المدخنه بتديها طعم رهيب قوي. تمام بجد والله ما كنتش اعرف الفرق بين البابريكا العاديه والبابريكا المدخنه، بس لما جربتها بجد في فرق كبير جدا. فانا كده خلصت ايه الصلصه، تمام. هقفل بقى عليها، وهنا الميه معايا بتغلي. بس انا مش هعمل مكرونه دلوقتي، هعمل البانيه في الفيجيتار، تمام. وبعد كده هعمل مكرونه في الاخر عشان تبقى لسه سخنه. تعالوا اوريكم طبق البتنجان، شايفين؟ تحفه 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 تحفه. ده احلى حاجه على السفره اهو السلطه، بعيدا عن الاكل عشان احنا بصراحه زهقنا من الاكل كله، معدتنا وجعتنا جدا والله. فايه عايزين بقى حاجات خفيفه كده يعني، عشان خلاص بقى رمضان خلص. مش عارفه الايام بتجري جدا يا جماعه، بجد بجد انا مش متخيله ان رمضان خلاص فاضل عليه اسبوع ولا حاجه بيخلص. والله بجد احلى شهر في السنه كلها، يعني الايام كلها جميله، ايام ربنا كلها حلوه، بس بجد شهر خفيف كده لايف، تحس ان انتوا يعني. هنا بقى هم حطيت المكرونه، تمام. بس بحب اطلعها نص سوا، يعني تكون فيها عضه، عشان ايه الاسباجيتي دي بتبقى بتعجن. وحاطه البانيه كمان على النار عشان خلاص فاضل حوالي 10 دقايق على المغرب، تمام. فعايزه اخلص بقى بسرعه كده عشان ايه ابتديت اتوتر. انا هنا بقى ايه بسخن برضه الايه الصلصه، تمام ماشي. وغسلت المكرونه بغسلها صلصه بسيطه عشان يفضل السخونيه فيها، ببردها بس الصلصه. ننزل كده بسم الله. اقلب ده كده، اتفرج بقى. شايفين بقى اللون؟ بحبها كده، بنحبنا يعني كلنا في البيت هنا بنحبها من الصلصه بتاعتها تكون كتير. ادي بقى اكلة النهارده، ادي البانيه هطلعكم، تمام. ودي بقى البتنجان الروعه اللي وريتهولكم مع البطاطس بقى لسه هتبلها، والمكرونه القمر. اكله في السريع كده بس عشان انا مستعجله، الساعه بقت 6. شايفين عرقت ازاي بجد. عايزاكم بقى تستنوني فيديو جديد مع ميار شو. اوعوا تنسوا اللايك بتاعكم ده مهم بالنسبه لي، وكومنتاتكم القمر ما تحرمونيش منها. باي باي، انا اشوفكم في فيديو جديد، سلام.